بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فمن حفظ ولو شيء قليل، من حفظ زين وحفظ، لماذا لم تحفظوا؟ ايش قلنا؟ تحفظوا المتن صح؟ أزهر حفظ، يوسف حفظ، عبد الرزاق حفظ، رفقي حفظ، عارفين، رزقي، فايز. لا بد من الحفظ. الحفظ إلزامي واجب. عرفتم واجب؟ أيوة، تحفظ كل يوم ولو 3 أسطر، قليل، كل يوم قليل قليل قليل. هكذا العلم، والعلم بالحفظ، العلم بحفظ. من حفظ الأصول حاز الفنون. فينبغي بل واجب الحفظ، حفظ الأصول 3. طيب، في الدرس الثاني إن شاء الله آتي وقد حفظتم 4 المسائل. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. الأولى العلم ومعرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى سورة العصر، والعصر تحفظوا هذا. تمام إن شاء الله. في الدرس الثاني الجميع، لا أحد يتخلف، وإلا ستكون هناك عقوبة. تمام. ما معنى عقوبة؟ حكوما. سيكون هناك حكوما. فهمتم؟ عقوبة لمن لم يحفظ. احفظ المسائل 4 مع الدليل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. قال الشارح: قال وأنه ودليل الخوف وأنه عبادة من العبادات القلبية، بل هو ركن العبادة الأعظم، ولا يستقيم إخلاص الدين لله الذي أمر الله به عباده إلا به، أي إلا بالخوف من الله عز وجل. لا يستقيم إخلاص الدين. كيف سيخلص العبد لله؟ كيف سيعمل العبد لله إلا إذا خاف من الله، إلا إذا خاف من الله، خاف من عقاب الله. فهذا يكون سببا لأن يعمل العبادات وأن يعمل الطاعات وأن يخلص لله عز وجل. قال: والخوف مصدر خاف إذا فزع ووجل. يرحمك الله. لابد عندما يعطس أحد فيقول الحمد لله، الجميع يقول يرحمك الله. واجب على الكل، واجب أن يقول يرحمك الله إذا قال الحمد لله. تمام. قال: والخوف مصدر خاف إذا فزع ووجل. إذا فزع ووجل. قال: لكن الخوف يتعلق بالمكروه، والفزع بما فاجأ منه. الفزع خاص، الفزع نوع خاص، أنت تمشي يفاجئك شيء، هذا فزع يسمى. لكن الخوف عام، فاجأك أو لم يفاجئك، تخاف أن من الطريق فيه سباع، هذا خوف. لكن الذي يفاجئك هذا فزع يسمى، هذا يسمى فزع. قال: وهو انزعاج القلب، أي الخوف انزعاج، أي أن القلب يكون يخاف، ينزعج أن يصيبه مكروه. قال: انزعاج القلب بتوقع مكروه عاجل، والوجل من غير متعد، والخوف من متعد.
قال قوله تعالى فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. قال أول الآية، أي أول هذه الآية قبل هذه الآية فلا تخافوهم، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يعظمهم الله في صدوركم ويوهمكم أنهم ذو بأس، أي الكفار. الشيطان يعظم الكفار في صدور المؤمنين بأنهم ذو قوة وأنهم ذو بأس لكي يخاف المسلمون من الكفار. قال فنهاكم، نهى الله عز وجل أن تخافوا أولياءه، أي أولياء الشيطان الذين خوفكم إياهم، أي الذين خوفكم الشيطان إياهم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. قال وخافوني في مخالفة أمري وتوكلوا علي فإني كافيكم إن كنتم مؤمنين. أمر الله عز وجل هنا بأن يخافوا العباد، وإذا أمر الله عز وجل بشيء دل على أنه عبادة. هنا قال فلا تخافوا وخافوني، أمر بأن يخاف العبد من الله عز وجل، وإذا أمر الله عز وجل بشيء دل على أنه عبادة. إذن فالخوف عبادة، فالخوف عبادة. قال في مخالفة أمري يتوكل علي فإني كافيكم إن كنتم مؤمنين، جعله شرطا في صحة الإيمان، فكما أنه إذا دعا غير الله أو سأل غير الله انتفى عنه الإيمان، أنه صار مشرك بالله. إذا دعا العبد غير الله أو سأل غير الله فهذا مشرك بالله عز وجل، فهذا مشرك بالله عز وجل. قال فكذلك إذا خاف غير الله خوف السر. ما هو خوف السر؟ قال مثل أن يخاف أن يفعل به شيئا بسره، فإن الخوف أنواع، منها خوف السر، فإذا خاف من غير الله هذا خوف السر فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك كافر. نعم، الخوف الذي هو الشرك أن يخاف مثلا من ميت، أن يخاف من ميت، أن يعني يجلب عليه ضرا، أن يجلب عليه ضرا، أن يضره أو أن يؤذيه، فهذا شرك بالله عز وجل. أو خاف من حي غير قادر على أذيته، بعيد، حي بعيد وغير قادر على أذيته، لا يمكن أن يؤذيه، خاف منه أن يؤذيه لأنه ولي أو لأنه يعني عنده قدرة كذا وكذا من القدرات التي يزعمونها، فهذا أيضا شرك بالله عز وجل. أما أن يخاف من عدو أو أن يخاف من سبع أو حية فهذا جائز، فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبره وهو يعقب يا موسى أقبل ولا تخف. خاف موسى من العصا، فإذا هي حية تسعى قلنا لا تخف. موسى عليه الصلاة والسلام خاف من العصا أنها صارت حية، وهذا جائز، لا شيء فيه أن يخاف الإنسان مما يضره من عدو أو من سبع. وهناك خوف محرم، أن يخاف العبد فيترك واجبا أو يرتكب محرما وهو قادر على فعل الواجب، فهذا خوف محرم. قال ودليل الرجاء، قال الشارح وأنه عبادة قلبية من أجل العبادات، أي من أفضل العبادات. قال فصرفه لغير الله شرك أكبر. والرجاء بمعنى التوقع والأمل ممدود، أي التوقع والأمل الممدود، أن يتوقع، أن يرجو كذا، أن يعني يرجو من الله عز وجل أن يعطيه الولد، يرجو من الله عز وجل أن يدفع عنه ضر، أو أن الله عز وجل يجلب له نفع. هذا هو الرجاء، أن يرجو من الله عز وجل الجنة، أن يرجو من الله عز وجل أن يكون من أهل الجنة. قال قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. قال أي فمن كان يرجو ثواب الله ويخاف عقابه ويرجو المصير إليه ويأمل لقاءه ورؤيته
وفسر بالمعاينة، أي فمن كان يرجو لقاء ربه فسر بأن رؤية الله عز وجل، وقيل هو اللقاء العام، يعني فسر بالرؤية وفسر باللقاء في يوم القيامة. قال فليعمل عملا صالحا، وهو ما كان موافقا لشرع الله مقصودا به وجه الله، مقصودا به وجهه أي وجه الله. العمل لا يكون صالحا إلا بشرطين: أن يكون خالصا لله عز وجل، وأن يكون متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون بما شرعه الله، أن يكون خالصا وأن يكون بما شرعه الله عز وجل. فإذا كان العمل ليس خالصا فإنه متروك هذا العمل ومردود على صاحبه، وكذلك إذا كان ليس موافقا، كان خالصا ولكن ليس موافقا لشرع الله فهذا مردود على صاحبه. لا بد أن يتوفر الشرطان: الإخلاص والمتابعة. قال ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي لا يجعل مع الله شريكا في عبادته، فإن العبادة لا تصلح إلا لله وحده لا شريك له. فأحدا نكر في سياق النفي: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال تعم كل، لا يشرك، هذا في سياق النهي ليس في سياق النفي، في سياق النهي. قال تعم كل مدعو، لأن الله هنا ناهية لا يشرك، جزمت الفعل المضارع. قال تعم كل مدعو من دون الله من الملائكة والأنبياء والأولياء والصالحين وغيرهم، فإنه إذا رجا غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك الشرك الأكبر، وركن العمل المتقبل أن يكون خالصا لله، وأن يكون صوابا على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. كمن يرجو أن من الولي الفلاني أن يشفي مريضه، هذا شرك. أو يرجو من الولي الفلاني أن يرزقه ولدا ذرية، هذا شرك بالله عز وجل. هذا لا أحد يقدر عليه إلا الله، لا أحد يقدر عليه إلا الله. قال ودليل التوكل قال وهو صدق التفويض والاعتماد على الله في جميع الأمور، وإظهار العجز والاستسلام له. وتوكل عليه واتكل، استسلم إليه واعتمد عليه ووكل إليه أمره وسلمه إليه. توكل هو صدق الاعتماد على الله عز وجل في جلب المنافع ودفع المضار، مع العمل بالأسباب التي شرعها الله عز وجل. هذا حقيقة التوكل، أن تعتمد على الله عز وجل بصدق في جلب نفع، أي بإتيان نفع إليك أو دفع ضر عنك، مع العمل بالأسباب. لا بد أن تعمل بالأسباب التي شرعها الله عز وجل. قال وهو أي التوكل عبادة من أجل العبادات، من أفضل العبادات. قال بل هو أجل أنواع العبادة وأعلى مقامات التوحيد. قال فلا يفوض عبد أموره ولا يعتمد إلا على الله عز وجل، فهو القادر على كل شيء، بيده الملك وهو على كل شيء قدير. نعم، لأن العبد إذا أتى بهذه العبادة فالله عز وجل يوفقه إلى كل خير، والله عز وجل يعينه، والله عز وجل يكفيه. والله عز وجل يقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه، كما سيأتي، أي كافيه. فعبادة التوكل عبادة عظيمة، ولا يتوكل إلا على الله عز وجل، لأن المخلوق ضعيف لا يستطيع أن يجلب لك نفعا أو يدفع عنك ضرا. هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول قل لا أملك لنفسي نفعا
ولا ضرا إلا ما شاء الله، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فمن باب أولى من هو دونه كما يزعمون من الأولياء والصالحين. قال: وإذا كان كذلك فالمخلوق، أي إذا كان الله والقادر على كل شيء والذي بيده الملك، قال: فالمخلوق وإن كان له نوع قدرة، مخلوق عنده قدرة لكن محصورة محددة، قدرته محددة، قال: وإن كان له نوع قدرة فلا يعتمد عليه، نعم لا يعتمد عليه في يعني جلب المنافع أو دفع المضار. قال: ولو فيما أقدره الله عليه، لا تعتمد عليه ولو كان هذا الشيء هو يقدر عليه، يقدر على فعله، هذا العبد يقدر على فعل هذا الشيء، لا تعتمد عليه، اعتمد على الله عز وجل، ثم على ذلك المخلوق، ثم الاعتماد كله على الله عز وجل، لكن هذا المخلوق سبب فقط جعله الله عز وجل سببا، فقد يحصل لك ما تريد وقد لا يحصل. قال: بل يعتمد العبد على الله عز وجل وحده، فالتوكل عبادة قلبية، فإن اعتمد على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فذلك هو الشرك الأكبر، كمن يعتمد على الله في أن يعني يدفع عنه الضر، يعني يدفع عنه الضر، أن يعني يذهب المرض أو أن يجلب الولد، يعتمد على غير الله في أن يجلب له الولد، أو أن يجلب يعني له ما يعني أن يجلب له أي نفع لا أحد يقدر عليه إلا الله، الولد، أو أن يعني يدفع عنه الضر فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا لا يجوز، هذا شرك بالله عز وجل، هذا شرك بالله عز وجل. قال: فالمخلوق، وقال: بل يعتمد العبد على الله وحده، فالتوكل عبادة قلبية، فإن اعتمد على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فذلك هو الشرك الأكبر، وإن اعتمد على الأحياء الحاضرين والسلاطين ونحوهم فيما أقدرهم الله عليه من رزق أو دفع أذى ونحوه فهو نوع شرك أصغر، أي إذا اعتمد عليهم وكل الأمر إليهم، هم يقدرون في جلب رزق أن يأتوا له بمال، اعتمد عليهم في أن يجلبوا له المال أو يدفعوا عنه الضر، ظالم يريد أن يؤذيه، عدو يريد أن يؤذيه، فالتجأ إلى مخلوق واعتمد عليه ولم يعتمد على الله عز وجل ويجعل ذلك المخلوق سبب، إنما اعتمد على المخلوق، قال: أنا أعتمد عليك، لم يعتمد على الله عز وجل، فهذا شرك، لكن شرك أصغر، لأن هذا المخلوق أقدره الله عز وجل، فالواجب أن إذا كان المخلوق يقدر على جلب النفع هذا أو دفع الضر هذا الذي أقدره الله عز وجل عليه، أن تجعل ذلك المخلوق سبب، تعتمد على الله، تتوكل على الله عز وجل، وتستعين على ذلك المخلوق بأنه تستعين بذلك المخلوق لأنه سبب، الله عز وجل جعله سبب، لكن في قلبك اعتماد على الله عز وجل، فقد يحصل ما تريد وقد لا يحصل، قد يحصل ما يعني تريده من هذا المخلوق الذي هو السبب، جعله الله عز وجل سبب، قد يحصل ذلك الشيء أو قد لا يحصل، لأنه بقدرة الله عز وجل. أما إذا اعتمدت على المخلوق، تقول يعني مثلا في يعني مكافأة شهرية، فهمتم المكافأة الشهرية؟ مكافأة شهرية، تقول: أنا إذا لم أعمل مع هذا الرجل فلن يأتي الرزق، أنا إذا لم أعمل هذا العمل لن يأتي الرزق، إذا تركت هذا العمل لن يأتي الرزق. أنت تعتمد على ماذا؟ على هذا العمل. نعم هذا العمل سبب للرزق، جعله الله عز وجل سبب للرزق، أو هذا المخلوق مثلا، أنا إذا لم أكن مع هذا الشخص لن أحصل على الرزق، نعم هذا المخلوق سبب للرزق، لكن لا تعتمد عليه هكذا، لا تقول إذا لم أكن مع هذا أو إذا لم أعمل هذا العمل لن أحصل على الرزق، لا، اعتمد على الله عز وجل، وهذا العمل اعمل الأسباب قد يكون الرزق منه،
وقد يكون الرزق من عمل آخر، قد يكون الرزق بسبب هذا الرجل وقد يكون بسبب آخر. لا تعتمد على الأسباب، لا تعتمد على الأسباب، اعمل الأسباب ولا تعتمد عليها، اعمل الأسباب ولا تعتمد عليها. قال والمباح أي التوكل المباح أن يوكل شخصا بالنيابة في التصرف في أمور دنياه، لكن لا يقول توكلت عليه بل وكلته. هذا أمر مباح جائز، الوكالة، أن توكل شخص. أنت يعني لك مثلا يعني محلات أو لك يعني عمل، أنت مشغول تريد أن شخص يقوم بالعمل، تقول وكلت فلان، وكلت فلان. مثلا أنا عندي أعمال أوكل مثلا أزهر، أقول أزهر وكلته على ذلك العمل أن يكون مسؤول على هذا العمل، وكلته. لا تقول توكلت عليه، لا، ما يصلح، يقول وكلته أي جعلته وكيلا عني نيابة عني. هذا أمر جائز مباح، هذا أمر جائز ومباح، وقد جاءت الشريعة بذلك. قال لكن لا يقول توكلت عليه بل وكلته، فإنه لو وكله فلا بد أن يتوكل في ذلك على الله عز وجل وحده. وكلت فلان على هذا العمل وأنا أعتمد على الله عز وجل في أن هذا العمل سيكون ناجحا، وأن هذا العمل سيكون يعني طيبا. هذا فقط وكيل نائب، لكن الاعتماد على من؟ على الله عز وجل. هذا الذي يجب على العبد أن يعتمد في جميع أموره على الله عز وجل. هناك قد يكون سبب، هذا السبب من جعله سبب؟ الله عز وجل. هذا سبب، قد يأتي الرزق بسببه، قد يأتي ذلك الشيء بسببه أو قد لا يأتي، قد يحصل هذا الأمر بسببه أو قد لا يحصل، أو قد لا يحصل. مثلا يعني من باب المثال، الآن أنت تقود السيارة صح؟ في هناك سبب للسلامة، ما هو السبب؟ حزام الأمان، جعل السبب لأجل السلامة. إذا حصل حادث يمسكك لأجل ألا تخرج من السيارة، ألا تصطدم، فهم؟ هذا سبب لدفع الضر. لكن هل نعتمد على حزام الأمان؟ لا، نعتمد على الله عز وجل. هذا سبب، نعمل بالسبب. نحن نعمل بالسبب، نضع حزام الأمان عند السياقة يعني السريعة، نعمل بحزام الأمان، نضعه، نجعله سبب فقط. هذا لأنه سبب. من الذي جعله سبب؟ الله عز وجل. يعني علم المخلوق أن هذا سبب لأجل ألا يعني يخرج من السيارة عند حصول حادث، يحفظ، هذا سبب. أنت تعمل ذلك السبب ولا تعتمد عليه، اعتمد على الله عز وجل، لأنه قد يحصل الحادث وينقطع هذا حزام الأمان ولا ينفعك حزام الأمان، قد يدخل شيء إليك، فحزام الأمان سبب. فهمتم؟ حزام الأمان سبب. مثلا أنا أريد السفر صح؟ من الأسباب بالسيارة، من الأسباب أن أتفقد ما يسمى تاير، كفر السيارة، يعني عبي هو، انظر هو يعني جيد أو ليس بجيد. العجلة تمشي على السير، فهمتم؟ انظر يعني الزيت حق السيارة، انظر يعني تحت كيف، أعمل بالسبب. انظر هذه العجلة ما تسمى بان، ننظر بان هذا، ننظره كيف جيد صح؟ هذا من الأسباب أن نتفقد هذه الأشياء، ننظر هي جيدة، إذا لم تكن جيدة نغيرها نصلحها صح. قبل السفر أسافر مكان بعيد بالسيارة لابد أن أنظر، هذا سبب. لكن هل هذا نعتمد عليه؟ خلاص إذا نحن يعني نظرنا إلى السيارة تمام وهذا البان تمام، خلاص ما سيحصل حادث؟ لا، هذا سبب فقط. قد وأنت تمشي تأتي مسمار أو أي شيء، أيضا لا نعمل بالأسباب، أنا أتوكل على الله، أمشي والتاير مقطوع، هذا لا يجوز. عدم العمل بالأسباب أيضا لا يجوز،
مثلا في الرزق، أنا أجلس في بيتي، أنا جالس في بيتي، سيأتي الرزق إلى البيت، هذا ليس من يعني حقيقة التوكل. حقيقة التوكل العمل بالأسباب، العمل بالأسباب، ومن أعظم الأسباب التفرغ لعبادة الله، ومن الأسباب أيضا من أعظم الأسباب طلب العلم، طلب العلم، ومن أعظم الأسباب النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الثلاثة النفر، قال: أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله. لماذا آوى إلى الله؟ ماذا عمل؟ حضر حلقة العلم لأجل التعلم فآواه الله. ومن آواه الله يكفيه الله عز وجل، يرزقه ويتكفل به. قال: فإنه ولو وكله فلا بد أن يتوكل في ذلك على الله عز وجل وحده. قال قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قال الشارح: فإخلاص التوكل على الله شرط في صحة الإيمان ينتفي عند انتفائه، فإن تقديم المعمول وهو قوله وعلى الله، هذا معمول جار ومجرور تقدم، على العامل، ما الذي عمل فيه؟ قال: وهو كلمة توكلوا، وعلى الله فتوكلوا. أصل يعني تقدير الكلمة توكلوا على الله في غير القرآن، توكلوا على الله، لكن الله في القرآن تقدم المعمول أي الجار والمجرور على العامل وهو الفعل توكلوا، دل. قال: يفيد الحصر، أي لا تتوكل إلا على الله. يفيد الحصر أي أنه لا يتوكل إلا على الله. قال: أي عليه وحده، فتوكلوا أي على الله وحده إن كنتم مؤمنين لا على غيره. وهذه قاعدة العربية، تقديم المعمول على العامل يفيد الحصر. مثله إياك نعبد، إياك نعبد، إياك مفعول، وما الذي عمل فيه؟ نعبد، الفعل نعبد. أصله يعني في غير القرآن نقول نعبد إياك، في غير القرآن نقول نعبد إياك، فتقدم هنا المعمول دل على أنه بمعنى لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك. وهنا وعلى الله فتوكلوا أي لا تتوكل إلا على الله، لا تتوكل إلا على الله. قال: فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، علق الإيمان بالتوكل على الله. قال: وقال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال: الحسب معناه الكافي، أي أن الله عز وجل كافيك، ناصرك ومؤيدك ورازقك. قال: وهذه الآية دليل ثان ذكره المصنف رحمه الله على أن التوكل عبادة من أجل العبادات. في الآية الأولى وعلى الله فتوكلوا، أمر دل على أن التوكل عبادة، لأن الله عز وجل إذا أمر بشيء فهو عبادة. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، فإذا أمر الله بشيء دل على أنه يحبه، وإذا أحبه الله دل على أنه عبادة. التوكل عبادة بل من أجل العبادات. قال: فمعنى الآية، معنى قوله يتوكل على الله، ومن يتوكل على الله أي يعتمد عليه في أموره فهو كافيه، ومن كان الله كافيه فلا مطمع لأحد فيه. لا يمكن أحد أن يضرك، لا يمكن لأحد أن يضرك. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، إلا بشيء قد كتبه الله عليك. هذا تعليم من النبي صلى الله عليه وسلم للأمة في أن يحققوا التوكل. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. ولو أرادوا أن يوصلوا لك 100,000 ربية، 100,000 ربية ينفعوك ب100,000 ربية، الله عز وجل لم يكتبها لك أن يصل إليك هذا المال. لو اجتمع من في الأرض كلهم لن يستطيعوا. هذا واجب أن نؤمن به.
الله عز وجل قادر على كل شيء، الله عز وجل قادر على كل شيء. وكذلك بالعكس، لو اجتمعت الأمة كلها على أن يصلوا إليك بضر، أن يعني يجرحوك أو أن يضربوك، لن يستطيعوا، لن يستطيعوا، والله عز وجل لم يرده، لم يستطيعوا إلا بشيء قد كتب الله عليك. إذا كتب الله عليك فهذا سيحصل. قال فهو ومن كان الله كافيه فلا مطمع لأحد فيه. ولم يذكر الله تعالى للتوكل الجزاء غير تولي كفايته للعبد، أي لم يقول ومن يتوكل على الله فله الجنة، ومن يتوكل على الله ننجيه من النار، ومن يتوكل على الله فله الثواب، فله أجر عظيم، بل ذكر الكفاية فقط. كفاية في كل شيء، يكفيك في كل شيء، رزقك، جلب نفع، دفع ضر، هدايتك أيضا. قال فقال فهو حسبه. ولم يأتي في غيره من العبادات، أي لم يأتي في غيره عبادات الخوف أو الدعاء أو غير، أن الله عز وجل قال ومن دعا فالله حسبه، ومن خاف فالله حسبه، بل في التوكل فقط، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. دل على أن هذا، قال سيذكر المؤلف، قال فدل على عظم شأن التوكل وفضيلته، وأنه أجل أنواع العبادة، فصرفه لغير الله شرك أكبر. الاعتماد على غير الله في جلب نفع أو دفع ضر شرك أكبر، كمن يعتمد على الأولياء أو الصالحين أو حتى على الأنبياء والملائكة في أن يجلبوا له نفع، أن يأتوا له بالولد أو أن يروه الطريق الصحيح أو أن يهدوه إلى الصراط المستقيم، إلى الجنة. ليس الصراط المستقيم الذي هو يعني الهداية التي في القرآن والسنة، إنما يأخذ بيديه إلى الجنة مباشرة، فهذا مشرك بالله عز وجل. أو يعني يتوكل عليهم في دفع ضر، يذهب إلى الولي الميت يقول يا فلان، يا عيدروس، يا جيلاني، يا هاشمي أو غير ذلك، ادفع عنا يعني ما يفعله الأعداء من اليهود أو النصارى أو غيرهم. هذا لا يجوز، هذا ميت ما يستطيع أن يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فكيف سينفع أو فكيف سينفع غيره؟ هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، هذا شرك أكبر، الاعتماد على الأموات، وإن زعموا أنه ولي، بل وإن زعموا أنه نبي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، إلا ما شاء الله، وهذا في حال حياته، فكيف بعد موته وهو لا يستطيع أن يفعل شيء لأحد؟ يأتي هؤلاء يعني المشركون يقولون يا محمد يا نبي الله افعل لنا كذا، ادفع عنا كذا. هذا ما يجوز، هذا شرك أكبر مخرج من الملة، مخرج من الملة. فلا يجوز أن يتوكل إلا على الله وحده، إلا على الله وحده. طيب نكتفي بهذا القدر، نقول سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.